وتعالى بقى اقول لك ازاي نحسب احسن رقم غير نسبي. الارقام الغير نسبيه دي هي ارقام ما بتخلص، وعلشان كده احنا بنحاول نقربها لاحسن رقم نسبي بس من غير ما نفقد الدقه بتاعتها. وعلشان نعمل الفكره دي بنحاول نعبر عنها بمجموع من الارقام النسبيه، وبكده هنقدر نشوف امتى نقرب الارقام. يعني مثلا الباي عباره عن 3 علامه وارقام كتير جدا ما بتخلص. احنا هنقدر نعبر عن شويه الارقام دي بمتتاليه من مجموع النسب زي ما انت شايف كده. لو بصيت بقى على الباي هتلاقي ان احنا نقدر نهمل كل الارقام اللي بعد 1 على 292، لان ال 292 ده رقم كبير، وبالتالي 1 على الرقم ده هيدينا رقم صغير جدا ممكن نهمله في وسط الحسابات. وبكده يبقى عرفنا ان الباي رقم غير نسبي وكل حاجه، بس مش مثالي لانه ينفع يتقرب لرقم نسبي. وتعالى بقى اقول لك على رقم مش هينفع يتقرب لرقم نسبي، وهو 1 زائد 1 على 1 زائد 1 على 1 زائد 1 على 1 زائد 1 لحد الما لا نهايه. هتقول لي اشمعنى الرقم ده رقم غير نسبي مثالي؟ هقول لك لان مفيش نقطه عندها رقم كبير تقدر تهمل اللي بعده وتقول خلاص انا مستكفي بالارقام لحد كده زي ما عملنا مع الباي، لان كلهم هنا وحايد. لو سميت الرقم ده اكس فهتكتشف ان هو دايما بيتكرر، وده معناه ان انا ممكن اشيل الجزء اللي تحت ده كله واسميه اكس برضه. كده انت عندك معادله واحده في مجهول اكس. عارف لو حليت المعادله دي هتطلع الاكس بكام؟ ايوه بالظبط، هتطلع بالنسبه الذهبيه.